الكل ولد خلى بنية تحبه وبعدين راح. بس تعال خلنا نتذكر شوية كم شغلة يمكن انت ناسيها. انت تذكر من اول مرة شفتها البنية وعجبتك؟ تذكر هي شلون كانت ما دايرت لك بال ولا تفكر بيك اصلا؟ زين تتذكر شلون شوية شوية خليتها ترتاح لك وتحكي وياك؟ تذكر اول ما خابرتها شلون كانت مرتبكة وخايفة؟ تذكر من قلت لها احبك؟ وتذكر من قلت لها لا تخافين، لا تخافين مني، انا حبيبك واخاف عليك مثل ما اخاف على روحي. زين تذكر شوية شوية بديت تتقرب منها وخليتها تحبك وتثق بيك وتحبك اكثر من روحها وحتى من اهلها. وتذكر من قلت لها انا مو مثل باقي الولد اللي يعوفون بنص الطريق ويضحكون على البنات. لو من قلت لها احبك بقدر رحمة الله لحد ما خليتها تعشقك وتصير مدمنة بحبك، وبعدين يلا حسيت على روحك. يعني من خليتها تتعلق بيك قلت ما عندي نصيب وياها. بس فهمني من عفتها ودرت ظهرك ما سألت وين حبك وين رحمة الله. يعني ما قلت لنفسك شلون راح تعيش بعد ما هيك حبتني، شلون راح تسيطر على دموعها وعلى نفسها. شلون راح يخلص الليل، شلون راح تخلص الليل بدون دموع وبكي وقهر. والله ما اعرف شو اقول لك. بس اصلا مو اني لازم اقول. شوف نفسك واسأل ضميرك قابل باللي سويته؟ يعني ضميرك قابل من دمرت حياة بنية وخليتها تحبك اكثر من روحها وبعدين عفتها وانت عايش ولا يمك السالفة وبكل وقاحة تقول ما عندي نصيب وياك؟ مو على اساس تحبها بقدر رحمة الله؟ مو على اساس تخاف عليها اكثر من روحك؟ مو على اساس ما تضحك عليها؟ مو على اساس هي حبيبتك وروحك؟